Hello my students, how are you doing? مرحبا طلابنا الأبطال، إن شاء الله تكونوا بخير. وياكم الأستاذة أسيل زيد العزاوي. طلابنا الأبطال، بهذا الفيديو راح تكون عندنا مراجعة مركزة لقواعد اليونت الخامس اللي تشمل المضارع التام البسيط present perfect simple والمضارع التام المستمر present perfect continuous والماضي التام past perfect وجمل الوصل relative clause. فيلا نبدي ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. You book a hotel. هسه ذكرتها أنا قبل قليل. Complete with the correct form of the present perfect. منطيق قايل لك present perfect. إذا أنا مباشرة أجي أحل. بما أنه حالة سؤال إذا you شيخ اللي قدامها have. You book أضيف لها إيدي يصير booked. Have you booked a hotel yet؟ بتلاحظون؟ أسئلة يعني بسيطة فقط تنتبه عليها هنا. have you ever لو never camped in the desert. قلنا احنا إذا سؤال نختار ever. How many letters did you write لو have you written so far today. هسه أخذنا هذا أيضا so far من دلالات المضارع التام البسيط. إذا نختار have you written. He has had that motorbike since لو for 3 years. بما أنه عندي 3 years يعني سنوات 3 سنوات ما محددين إياها 3 سنوات 4. Fadia didn't speak to me since her sister's wedding. Rewrite the sentence correctly. بما أنه عندنا هنا since من دلالات المضارع التام لازم نحذف الفعل المساعد ونخلي بدل الفعل المساعد للمضارع التام البسيط. did نحذفها عشان نخلي بدل نكتب Fadia hasn't spoken الصير spoken to me. Number 6 can I borrow that book after you. Here you are. هذه الجملة هذا التمرين قلت لكم عليها حفظ. لازم تدرخونه نفس الجواب مالته الإجابة نفسها يعني تحفظوه. قلت لكم تجي 100% تجي منه نقطة بالسؤال الثاني فرع أي. فهنا نكتب can I borrow that book after you. Here you are يعني أنا توّن خلصت أنهيته. إيش نكتب I have just finished it. وعندنا أيضا number 7 my sister not be to college for 3 days because of a cold. بما أنه عندي هنا for 3 days لمدة 3 أيام فإيش نختار لازم صيغة مضارع تام بسيط. فماي sister تاخذ hasn't been يصير hasn't. وعندنا نفس الجملة جايبيها لكن جايبيها على شكل اختيارات. my sister hasn't been to college since لو for 3 days بما أنه 3 days غير محدد نختار for. have you worked here since لو for you graduated. you graduate منذ تخرجت. إذا تخرجت يعني وقت محدد هذا وقت التخرج نختار since. you meet a pilot. you ask أنت تلتقي بطيار. أنت تسأله how long be a pilot. بما أنه be من الأفعال الثابتة لstative verbs إذا نستخدم لازم صيغة مضارع تام بسيط. فهنا نجي نكتب how long بعدها يجي لازم فعل مساعد. شنو هو الفعل المساعد how long قلنا تيجي ويا المضارع تام بسيط والمستمر. شنو how long تيجي وياها have. ليش have لأنه you عندنا have you وبي أحولها بين وبايلوت أنزلها. you من أخذناها هي موجودة بالمنطق. you ask أنت تسأل ده يقول لك أنت تسأل فكتبنا how long وبعدها have نزلناها. ليش لأن you أنا أقول الفاعل شنو هو you أبحث عن الفاعل أول شيء بعدين أكتب have you بين a pilot. وعندي بعدين أيضا number 10 you buy any maps of London or guidebooks yet. بما أنه عندي yet إذا مضارع تام بسيط. أسأل بها you تاخذ have have you bought وأنزل بقية الجملة. ونمبر 11 a scorpion hold write true sentence with never about you. هذا السؤال اللي قلت لكم عليه أول سؤال. قلت لكم اكتبوا جمل صحيحة بnever. مو تيجون تكتبون قلت لكم يعني تحدث يقول لك about you حول نفسك. مو تيجي تكتب اسكاربيون من تتحدث عن نفسك إذا قدم نفسك أول شيء. شو تقول I. إيش تاخذ I have لأنه عندنا never. I have never. hold شو يصير held وأخير شيء اسكاربيون. I have never held اسكاربيون. أنا أبدا لم ألمس أو أحمل العقرب. وعندنا number 12 let's take جميل to the new Chinese restaurant. دعنا نأخذ جميل إلى المطعم الصيني. he never went there. هذه أيضا شرحت لكم إياها. قلت لكم بما أنه عندي never لازم مضارع تام بسيط أكتب he وبعد يجي he has و never أنزلها. وقلنا went أحولها إلى been. ليش؟ لأنه أصلها هي شنو يعني هنا نقول بأنه نتمنى نروح لهذا المكان. فإحنا قلنا من نتمنى نكتب بين لأنه وين أصل هي go والجو تتحول ل وين بعدين
وين تتحول إلى شنو؟ إلى بالماضي بالتصريف الثالث been or gone. فهنا كتبناها been. Number 13. If you see Khalid, can you ask him about tonight? إذا التقيت أو شاهدت خالد هل تستطيع أن تسأله حول الليلة؟ بما أنه عندي ask تذكروا هاي الجمل اللي قلت لكم جوابها كامل تحفظونه. He can come. I've already asked him. أخذتها منا الask. I've already asked him. أنا مسبقا سألته. وعندنا number 14. My parents are went at home this evening. يعني والدينا لم يكونوا في البيت هذا المساء. They've gone or go out. طبعا بما أنه have لازم تصريف ثالث. من التصريف الثالث gone. I haven't seen her. I haven't seen her since low for بما أنه وقت محدد since. I bought him a new mobile phone last week and he already lost it. بما أنه عندي already لازم قبلها has. He has لين تأخذ he تأخذ has. He has already lost her. فقط ضفت has. ونمبر 17. Have you ever or did you ever spend the whole night awake looking at the stars? بما أنه عندي ever إذا لازم صيغة مضارع تام بسيط. من هو did you لو have you طبعا have you ever. I didn't go لو I haven't been to China yet. أنا لم أذهب إلى الصين يوم. I would like to. قلنا إذا مكان نرغب نروح له نختار been. فمن نختار I haven't been. Have you never لو ever بما أنه question mark إذا ever نختار. My family has lived in the same house since لو for وقت محدد مباشرة نختار since. Would you like a cup of coffee؟ هذه التمرين قلت لكم حفظ جوابه. No thanks. فيش نكتب بما إنه يطلب منا just. I have just had one or drank one. ونمبر 21. I haven't been or haven't gone to China yet but I would like. نرغب أن نذهب لهذا المكان. فيش نختار been haven't been. I've never ride or ridden بما أنه have لازم تصريف ثالث نختار ridden. I haven't bagged my suitcase yet بما أنه yet إذا لازم have وتصريف ثالث. هي مكتوبة I haven't. فيش نكتب bagged نضيف لها شنو ed bagged. ونمبر 25. I haven't seen a good film for since last January. January وقت محدد نختار since. I haven't seen a good film since لو for 3 months 3 أشهر وقت مو محدد فاختارنا for. I haven't been reading a story and so far. now so far من دلالات المضارع التام البسيط إذا لازم شي يكون بالجملة I have finished 3 sections. I have finished مثل ما حليناها. ونمبر 27. You know your friends. أنت تعرف صديقك. Question how long. اسأله how long كم طول المدة أنت تعرف به. فنكتب how long have you لأن هي you دي تتحدث عن تتحدث عن شخص آخر. how long have you known your friend. وعدنا أيضا number 28. Number 28. We haven't met since or for we were in school. منذ كنا بالمدرسة. إذا وقت محدد نختار since. I have had this car since or for November. وقت محدد since. عندنا never touch a snake. Make the true sentence about yourself. اعمل جملة حول نفسك. بما انه يقول لك yourself اذا تبدي بمنو نفسك. منو نفسك؟ ما ابدي بسنيك ولا touch اكتب I. بما انه عندي never لازم ناخذ مضارع تام بسيط. I have never touched a snake. أنا ابدا لم ألمس الأفعى. Look انظر somebody dropped their wallet on the pavement. بما أنه هنا ما عندي أي دلالة على المضارع تام ولا قايل لي هو قال لي فقط correct put in the correct tense ضع في الزمن الصحيح. بما أنه دا أتحدث عن زمن في الماضي. look انظر يعني شخص ما أسقط محفظتهم في زمن ماضي لحد الآن دي يدورون عليها. إذا المضارع تام بس فكتب somebody ايش تاخذ has لأنه somebody مفرد. has dropped أضاف الحرف الأخير ويضيف إيدي فصارت has dropped. وعندنا نمبر 32. You look nice. أنت تبدو لطيف. Did you change your hairstyle؟ هاي الجملة اللي قلت لكم عليها غيروها بالوزاري. فإحنا بما أنه يعني من زمن سابق مغير طريقة شعره ولحد الآن تأثيره فلازم نستخدم مضارع تام بسيط. نحذف الديد شي نخلي بدلها have لين تاخذ you تاخذ have. نكتب have you و change لازم بعد have شي يجي تصريف ثالث نضيف لها d. Have you changed your hairstyle؟ وعدنا أيضا have you ever or never stayed in a really unusual hotel.
بما أنه سؤال إذا نختار ever. The teacher not know the class for a long time. بما أنه for لازم نختار مضارع تام بسيط. The teacher مفرد تاخذ has ونخلي not hasn't ونو شو يصير none. Hasn't none. Number 35. You ever sleep under the stars in the desert. بما أنه سؤال لازم نبدأ بشنو have has. يوش تاخذ have نكتب have you ever slept. Have you ever slept. Sleep تتحول ل slept. We have been married for or since. وقت محدد نختار since. Have you ever لو never بما أنه سؤال بعد مدى أكمل حتى الجملة بما أنه سؤال اختارت ever. Have you ever bought airplane tickets online. هل يوما ما يعني اشتريت بطاقات طائرة يعني عن طريق الإنترنت. They are films producers. هم منتجين الأفلام. They make films since they graduated from university. بما أنه عندي since إذن لازم صيغة مضارع تام بسيط. They تأخذ شنو have. They have made. وعندنا أيضا did Salwa's family moved house yet. تلاحظون هاي الجملة قلت لكم عليها غيروها أيضا. بما أنه عندي yet لازم مضارع تام بسيط. شنو أغير شنو did أخلي بدلها شنو أخلي بدلها has Salwa's family لأنه عائلة سلوى مفرد وحدة. has Salwa's family moved هي موجودة moved house yet. I am in a really good mood because I have just finished. I have just been finishing. طبعا I have just finished لأنه مضارع تام بسيط. just تجي ويا المضارع التام البسيط. وعندنا أيضا I haven't seen her since or for 3 months. بما أنه 3 months وقت غير محدد نختار for. Have you ever لو never seen our new website. بما أنه استفهام إذا نختار ever. You ever ride on an elephant. استفهام هنا مسوينا. بيش نبدي بالاستفهام بما أنه يو لازم شنو عندنا have و has فيوش تاخذ have. نكتب have you ever ridden on an elephant. Have you ever ridden on an elephant. ليش استخدمنا مضارع تام بسيط لأنه عندنا ever. ونمبر 43 I haven't seen him ages. بما أنه ages عندي وقت غير محدد لعصور نختار for. I never tried Chinese food. شو نقص بهاي الجملة بما أنه never لازم عندنا have و has هنا ماكو have و has فنكتب I have never tried فقط نخلي have. وهنا عندنا Sabah has ever or never traveled outside of Iraq. هنا نقطة مو يعني استفهام إذا نختار never. The teacher hasn't known the class since for a long time. بما أنه وقت طويل يعني مو محدد الوقت طويل for. My sister isn't at home. أختي مو بالبيت at the moment. She has been gone shopping. بما أنه هي ذهبت لحد الآن مراجعة إذا gone. Does سميرة know about the meeting. I'm sorry أنا متأسف. قلت لكم بينه من تجينا أنا متأسف لازم نفي نختار I haven't told her yet. وعندنا number 49 we first met them in July. No يطلب منا هذا الفعل نخليه بدل الفعل بالجملة وكاتب يكون complete the second sentence so that it has the similar meaning to the first one. يعني سوينا جملة مشابهة للجملة الأولى مستخدما المضارع التام البسيط. present perfect simple. احنا شو نسوي نكتب we first نحذفها met نحذفها شو نخلي بدلها we have known them. هذا شنو نحذفه نخلي since July. We have known them since July. I haven't seen Mahmoud since before he came back from holiday. منذ عاد من العطلة. وقت محدد اليوم اللي عدنا به من العطلة فش نكتب since. Have you ever ate لو eaten octopus. بما أنه have لازم تصريف ثالث فش نختار eaten. I'm tired. I just walked all the way back from the shops. بما أنه عندي just إذا هنا أكو نقص بالجملة لازم قبلها have لو has. عايش تاخذ have فنكتب I have just walked يعني فقط ضفنا have. He bought that motorbike a long time ago. have هذا التمرين قلت لكم بأنه يطلب أنه جملة مشابهة إلى المعنى مستخدم مضارع تام بسيط وخلي هذا الفعل هنا بدله. نكتب he but نحذفها شو نخلي بدلها have لكن شو نسوي لازم he has had
he has had. ليش has؟ لأنه نستخدم مضارع تام بسيط. شو تجينا هي الجملة يعني القاعدة has have وتصريف ذات. هي تاخذ has، وهذا الهاف نسوي تصريف ذات. شو يصير had؟ he has had that motorbike. هنا نحذف ago ونخلي قبلها، هنا قبل long time نخلي for a long time. he has had that motorbike for a long time. Number 54. He got angry at lunch time. B. أيضا نفس هذا التمرين، نكتب he، نحذف got. شو نخلي بدل he has، ونخليها هنا B. شو تصير been. he has been angry at. هاي نحذف. شو نخلي since lunch time. he has been angry since lunch time. I have never been to the USA but I'd love to go. أنا أرغب يوما أن أذهب، ما رحت له. إذا من نرغب نروح المكان بين نختار. عندنا أيضا would you like to come to see the new film with us؟ ترغب أن تأتي معنا. هذا التمرين قلت لكم جوابه حفظ. thanks for asking. شكرا لسؤالك. هنا عندنا see. إذا شو قلنا I have already seen it. أنا مسبقا شاهدته. آدم has come back from Beirut yesterday. بما أنه عندي yesterday لا إذا لازم شنو؟ جملة نحولها إلى الماضي البسيط. هنا قلنا منو نحول الماضي البسيط؟ الفعل المساعد لو الرئيسي؟ طبعا الرئيسي، فالمساعد ينحذف. الرئيسي نحوله شنو؟ came يصير آدم came back. منى gets or got married to Gaston 2 years ago. بما أنه 2 years ago ماضي، إذا لازم نختار got. We have all been to the park last weekend. Correct. شو تصير؟ we have نحذفها. ليش؟ عندنا last weekend فلازم ماضي بسيط. فالبين شو نحولها للماضي؟ رجع لأصلها go. بالماضي شو تصير؟ went. We all went to the park. نزله. Last year my friend زينة get. بما أنه last year السنة الماضية لازم ماضي بسيط. get شو تصير؟ got. What time have they gone to bed last night؟ بما أنه عندي last night من دلالات الماضي البسيط، إذا الهاف لازم أحذفها. شنو نستخدم بالماضي البسيط؟ did، فنخلي did، ودid لازم بعدها فعل مجرد فنحذف ال NE وتصير go. What time did they go to bed last night؟ They go to London and Morocco to choose clothes 2 months ago. بما أنه ago من دلالات الماضي البسيط، إذا لازم شو نسوي الفعل للماضي؟ يصير went. وآخر جملة عندنا I've woken up really late this morning and I was late for school. هنا ما عندنا أي دلالة، لكن من الجملة الثانية، الجملة الثانية بها ماضي بسيط was late. إذا الجملة اللي قبلها تصير الماضي أيضا. منو نحول الماضي؟ الفعل المساعد لو الرئيسي؟ قلنا إحنا الفعل الرئيسي، المساعد نحذفه. woken شلون أرجعها للماضي البسيط؟ تصير woke. I woke up. Number 1. They've been talking. تلاحظون شنو هاي الصيغة they've been talking؟ مضارع تام مستمر. For or since 8 o'clock. شنو 8 o'clock؟ يعني الساعة الثامنة، يعني ضبط، يعني محددين وقت محدد. إذا إيش نختار؟ نختار since. ونمبر 2. ليلى is in the kitchen. ليلى في المطبخ. She has been cooking لو cooks for 3 hours. بما أنه عندي for من دلالات المضارع التام البسيط أو المستمر، فإيش نستخدم؟ صيغة مضارع تام مستمر، لأن هنا ما عندنا فقط مضارع بسيط وهنا عندنا مضارع تام مستمر، فنختار هذه الصيغة مضارع تام مستمر has been cooking. Number 3. She has been talking on the phone for or since the last 20 minutes. هنا انتبهوا the last 20 minutes. إذا الكلمة بها s فنختار for، فاختار هنا for، فنختار for. Number 4. You have a friend who is learning Japanese. أنت يعني عندك صديق اللي يتعلم اليابانية. You ask. أنت تسأله how long learn Japanese. إيش قد صار لك يعني تتعلم اليابانية؟ شوف المنطوق إيش قال لكم. write a question. اكتب سؤال using the words in the brackets. using the words in the brackets. مستخدما الكلمات اللي بين قوسين. عندنا how long. نجي نكتب ال how long. تجي ويا مضارع تام بسيط ومستمر. بما أنه learn يدلنا على الاستمرارية، إذا المضارع تام مستمر. تكون شنو صيغته؟ have has وbeen وفعل ب ing. كتبنا ال how long. بعدها لازم فعل مساعد. من هو؟ بما أنه الفاعل هو you فنكتب have، وبعدها الفاعل ننزله you، وبعدها been وlearn نضيف لها ing تصبح learning وننزل Japanese. How long have you been learning Japanese? Number 5. You arrive late for your appointment. أنت وصلت متأخر. You ask. أنت تسأل. How long wait. إيش قد صار لك تنتظر؟ wait من الأفعال المتحركة، إذا صيغة مضارع تام مستمر. تكون شنو؟ have has been وفعل ب ing.
نجي نكتب how long. بعدها لازم الشي يجي أداة السؤال فعل مساعد يساعدهم. من هو الهاف؟ ليش اخترنا هاف؟ لأنه عندنا الفاعل هنا يو. وبعدها نجي نكتب اليو نزلناه، وبعدها نخلي البن حسب القاعدة وwait نضيف لها ing waiting. How long have you been waiting؟ وعندنا number 6 سعاد looks tired. سعاد مبينة تعبانة. I don't think she slept very well recently. بما أنه عندي recently من دلالات المضارع التام المستمر، إذا أطبق الصيغة. شوفوا ايش قالكم put the verb in the brackets in the correct tense present perfect simple or present perfect continuous. يعني محدد لكم مضارع تام بسيط أو مستمر. فإحنا بني recently عرفت أنا مضارع تام مستمر. شو أجي أكتب؟ she هي موجودة، شو أخلي لها has، كتبت الهاز. وبعدها شنو؟ been لازم. وبعدها sleep أضيف لها ing تصبح sleeping، فتصير she has been sleeping. Number 7 she's writing letters. She started to o'clock at 2 o'clock. Write in the present perfect continuous. قال لك استخدموا يعني اكتب الجملة في المضارع التام المستمر، هو منطق إياه with since or for. مع since or for يعني تدمج الجملتين وتخليها since. أول شيء نكتب she، وبعدها بما أنه إحنا عندنا هنا طبعا since و for تجي من مضارع تام بسيط ومستمر، فبما أنه هنا الفعل حركة writing إذا صيغة مضارع تام مستمر، فجي نكتب she، أكتب she، وبعدها has، وبعد شنو القاعدة been، وبعدها writing هي أصلا مكتوبة writing أنزلها writing، وهاي بعد she started ما أكتبها at، بدلها أخلي شنو بما أنه وقت محدد 2 o'clock يعني الساعة 2 ضبط، ليش أكتب since وأنزل 2 o'clock وأكمل الجملة. تلاحظون خلينا نشوف الجواب مالتها مثل ما حاليا she has been writing letters since 2 o'clock. هنا هاي طبعا الجملة الأولى كلها تكتبوها letters أيضا. She has been writing letters since 2 o'clock. Number 8 I cook for 2 hours. أنا دا أطبخ لمدة ساعتين. Present perfect simple or continuous. مضارع تام بسيط أو مستمر. إحنا شلون نعرف من الفعل cook متحرك؟ إذا نستخدم مضارع تام مستمر continuous تكون شنو has have وبن وفعل بي أجي أكتب I تاخذ have، كتبت have. بن حسب القاعدة وcook أضيف إلى ing cooking. I have been cooking. Number 9 your sister is busy cooking. أختك يعني مشغولة تطبخ. How long cook. cook من الأفعال المتحركة إذا صيغة مضارع تام مستمر. أنزل how long، بعد يجي لازم فعل مساعد يساعدها. how long نزلناه، وراها have نزلناها لأنه يقول لك you ask أنت يعني تسأل أختك، فنكتب have وبعدها you الفاعل وبان حسب القاعدة وcooking cook أضيف لها ing. Number 10 I'm sorry I'm late. أنا متأسف أنا يعني متأخر. How long you wait. أنت إيش قد صار لك تنتظر. فنجي نكتب how long وبعدها يجي بما أنه الفاعل you نكتب have. how long have وبعدها اليو ننزلها. وبان ليش هنا صيغة مضارع تام مستمر؟ لأن wait من الأفعال المتحركة إذا صيغة مضارع تام مستمر، ونكتب been و waiting. ونمبر 11 he is a writer. هو كاتب. He writes for 20 years. يكتب لمدة 20 سنة. use present perfect simple or present perfect continuous. استخدم مضارع تام بسيط أو مستمر. احنا طبعا حسب الفعل نعرف انه مضارع تام بسيط أو مستمر. بما انه write يكتب إذا نطبق الصيغة، فاحنا هاي كلها نتركها نجي على منو he writes. هي نكتبها ايش تاخذ has، كتبنا has وبعدها الصيغة been لازم، ورايت نضيف ال ing نحذف الإي مالتها ونضيف ing. he has been writing. وأخير شيء عندنا I have been waiting. أنا دا أنتظر since or for 20 minutes. بما أنه الفعل هنا الكلمة بها s إذا ويا من تجي ويا for، فنختار for. وطبعا هو وقت غير محدد 20 دقيقة يا 20 دقيقة ما نعرفها مو محددة، فنختار هنا for. After we speak to the teacher we left the classroom. هذه قبل قليل أخذنا قلنا after بعدها يجي ماضي تام فنكتب had spoken. Number 2 a thief got into their house because. بعد because يجي ماضي تام منو نختار haven't looked or hadn't looked. طبعا hadn't looked. Number 3 when we got to the cinema. احنا وصلنا السينما the film has or had started. احنا قلنا when بالماضي يعني بموضوع الماضي التام إذا نختار had started. Number 4
the wedding went well because بعد because يجي ماضي تام من نختار had organized نضيف له دي تلاحظون had organized number 5 last week بما انه last week لازم الجملة اللي بعدها ماضي بسيط فميت شو تصير met هذه met وبعدها الجملة اللي met هنا خلينا نكملها an old friend from primary school and he not change هذا change التغيير شنو هو لازم ماضي تام فنكتب hadn't changed لأن هي بها not وعندنا number 6 I locked the door before I left the house بما انه عندنا before بعدها شو يجي ماضي بسيط والقبلها ماضي تام هم مسويها ماضي بسيط اذا احنا نسويها ماضي تام نكتب had locked نضيف له ed ونمبر 7 he couldn't recognize the place هو لم يدرك المكان because يجي شنو بعدها ماضي تام شنو نختار had changed or changed طبعا had changed number 8 I couldn't board the plane because I lost my boarding card هنا عندنا شنو because يجي بعدها شنو ماضي تام ف lose شنو نسوي نكتب had lost ونمبر 9 I visit my birthplace زرت مكان ولادتي يعني مدينة ولادتي visit my birthplace town and it changed هنا تغير التغيير إذا يكون ماضي تام had changed هنا number 1 سنان هنا اسم عاقل و brother بعدها lives in California is planning a trip to the USA soon احنا نيجي على القوس هذا اللي يفيدنا بالبداية حتى لو ما تعرفون المعنى هم نعرف نحلها بدون معنى هسه هنا سنان اسم عاقل بعدها brother شنو أيضا اسم زين منو نختار ذا اسم باسم عندنا which هذا للجماد whose اسم عاقل يكون بعدها صحيح هو لكن يكون بعدها اللي هو أيضا اسم للعاقل لكن بعد يكون فعل هنا اسم فلذلك نختار شنو whose number 2 كل الجبران هاي هسه قريناها who or whose wrote بما أنه فعل هنا بعد القوس إذا نختار منه who number 3 the mall هنا اسم مكان when or where هي when للزمان و where للمكان إذا نختار where وعندنا number 4 his car has broken down سيارته يعني تعطلت he bought it last month فنطلب أن نكملها فإحنا بما أنه هنا ندور على الاسم الرئيسي وين هنا عندنا it هو لحد الضمير وصل على شيء جماد من هو جماد his car فنكتب الذكاء هم كاتبينها بالوزارة ذكاء فراغ بعد ما كتبنا ذكاء نكتب اسم هو يعني جماد فنكتب which نخلي هنا وبعدها نكتب شنو بما أنه اسم الرئيسي بداية الجملة نكتب الجملة الثانية يلا الأولى which he bought last month has broken down تلاحظون هي تجاوب the car which he bought last month has broken down وعندنا number 5 Babylon City هنا اختيارات اسم مكان شنو عندنا which or where حسب اللي بعده هنا people اسم إذا من نختار where وعندنا number 6 فاطمة اسم عاقل فوتو هنا أيضا اسم أيضا يعني عاقل أو غير عاقل إذا من نختار whose photo was in the newspaper yesterday is a very talented girl إنها بنت موهوبة اللي صورتها بالجريدة هي بنت موهوبة number 7 horse riding يعني هنا هذا شيء جماد إذا إيش نختار which is my brother's Andy نختار مو whose نختار which number 8 بيروت اسم مكان زين بعد احنا اسم مكان عندنا where و which حسب اللي بعدها بما انه عندنا ضمير فاعل it فنختار which هنا ما نختار where لازم يكون اسم عاقل مو ضمير بعد القوس يكون اسم عاقل او غير عاقل فنختار where لكن هنا اختارنا which بيروت يعني يقول اللي it's full of cafes اللي مليانة بالكافيهات is very interesting يعني جدا ممتعة number 9 Bashir is going to buy a car very soon. He passed his driving test last week. أول شيء نبحث عن اسم رئيسي بما أنه هنا هي إذا يعود على اسم عاقل إذا نكتب بشير بداية الجملة هو نخليه ونحذف الهي نكتب الجملة الثانية بعدين الجملة الأولى passed his driving test مثل ما تلاحظون is going to buy a car soon وكتبناها number 10 the person who or whose stole the money must be punished بما أنه عندنا the person اسم عاقل وبعد القوس شنو عندنا فعل إذا من نختار هو لو هو طبعا هو number 11
My grandmother still remembers her childhood. She is 19. احنا أول شي نبحث عن الاسم الرئيسي، بما أنه عندنا بالجملة الثانية شي، إذا يعود على اسم مؤنث من هو my grandmother. نيجي نكتبها my grandmother بالبداية ونخلي بدل شنو هو، بدل الشي نحذف الشي ونكتب الجملة الثانية. يلا الأولى is 90 still remembers her childhood. Number 12. هنا جملة أخرى أيضا my sister اسم عاقل who or whose favorite food، بما أنه أيضا هم هنا اسم عاقل أو غير عاقل إذا نختار منه whose favorite food is pizza is having her birthday party on at an Italian restaurant في مطعم إيطالي. Number 12. The story won the first prize. It pleased many writers. it تعود على شنو؟ شيء جماد. من هو؟ the story. إذا واقع وين؟ في بداية الجملة. نكتب the story وش نخلي بدل it which or that. وبعدها نكتب الجملة، طبعا نحذف it بعد، نكتب الجملة الثانية يلا الأولى لأنه اسم الرئيسي بداية الجملة، فنكتب pleased many writers won the first prize. وعندنا أيضا هنا number 13. My uncle Ali أو ألبرت، أما أجيب لكم عليه ألبرت أي اسم المهم still rides a bike. he's 80 يعني عمره ايش قد هنا 80 عمره 80 سنة. احنا نجي هاي اللي هي تعود على منو؟ على اسم عاقل. إذا من هو؟ my uncle ألبرت أو ألي أي واحد، فكتبناها بالبداية. بعدين شو نخلي؟ بما أنه عاقل نكتب هو، بعدين نجي نحذف هاي اللي هي ونكتب الجملة الثانية يلا is 80 still rides a bike. ونمبر 14. The Tigers Hotel has a fabulous pool. The pool opened 2 months ago. تلاحظون هاي الجملة أخذناها بالتمارين يعني كلها معادل. فهنا عندنا the pool، هاي ما عندنا هنا ضمير فاعل، نحذف the pool يعود على هذا البول يعني الأخير اسم لأنه يعني عندنا اسم للمكان. فإذا والواقع بنهاية الجملة ننزلهم كما هم، نكتب بدل البول هاي نكتب which. فكتبنا the Tigers Hotel has a fabulous pool، نزلناه which opened 2 months ago. ونمبر 15. صهيب whose or whose brother، بما أنه عندنا brother اسم، إذا اسم باسم من نختار whose lives in California is planning to a trip to the USA. وعندنا number 16. The Star Restaurant has a lovely garden. عندنا اسمين لمكان، إذا من نختار الاسم الثاني هو نعتبر الاسم الرئيسي. You can have a meal there. هنا عندنا you there، من مسيطرة على الجملة there دلنا على مكان، إذا نخلي بدلها where ونخليه بالنقطة. فنجي ننزل بما أنه اسم الرئيسي بنهاية الجملة ننزل الجملتين كما هم بدون تغييرات. The Star Restaurant has a lovely garden، بدل هاي النقطة نخلي where ونحذف الذير منها وننزل بقية الجملة بدون الذير. You can have a meal on summer evenings. Number 17. I always go to that garage for repairs. It was closed today. هذه الجملة جأتي بالوزارة على شكلين، مرة يقولنا كتبوا where ومرة يقولنا كتبوا أي ضمير وصل. فهنا تلاحظون the garage combined to make a defined relative clause. اجمع حتى تكون جملة وصل تعريفية، ما قايلنا ما محددين أي شيء. فإحنا نكتب شنو؟ أول شيء نبحث عن الاسم الرئيسي من هو the garage، هاي كاتبينها هم، فكتبنا وين واقع بالوسط. شو نسوي؟ طبعا احنا هنا هذا هو دللنا عليه، نكتب ذا جراج كتبنا، بعدين نحذف الات وشو نخلي بدلها which or that. كتبنا which or that، بعدها بما انه اسم الرئيسي بوسط الجملة شو نسوي؟ نكتب الجملة الأولى يلا الثانية. نكتب I always go to for repairs بعدين was closed today. I always go to for repairs was closed today. وحذفنا طبعا الجراج لأنه كتبناها بالبداية. Number 18. نفس الجملة لكن قايلين استخدموا where. خلينا نشوفها شلون. I always go to that garage for repairs. It was closed today. The garage ومنطينا was closed today. Combine with where. تلاحظون كاتبيكم with where. اجمعوا الجملتين ب where to make a defined relative clause. ليش where؟ لأنه where أيضا تجي للمكان. فبما أنه الاسم الرئيسي that garage نجي نكتب the garage كتبنا وبعدين نكتب where وبعدها نجي نحذف من الجملة الثانية هاي it يعني خلينا ورا بدلها، وبعدين نجي نكتب الجملة الأولى كاملة لكن بدون التو. هاي التو تنحذف ويا الوير، إذا كانت وير موجودة نحذفها ويا نحذف التو. فنكتب I always go for repairs. I always go for repairs was closed today. تلاحظون إذا كانت استخدمنا وير التو تنحذف، لا تنسوها. Number 19. The hotel has a swimming pool. It is very big. عندنا اسمين لمكان هوتيل وسويمينج بول. من هو الاسم الرئيسي؟ نعتبر آخر اسم هو الاسم الرئيسي.
وهاي الات نحذفها. أول شي نكتب ننزل بما أنه اسم الرئيسي واقع في النهاية نكتبهن اثنيناتن، وبدل هاي النقطة نخلي شنو؟ نخلي which. فنكتب شنو؟ the hotel has a swimming pool which or that. هنا كتبنا that which or that is very big. Number 20. They've knocked down the restaurant we had a meal there last year. نريد نبحث عن الاسم الرئيسي وين؟ نجي على الجملة الثانية، عندنا we وعندنا there. there هنا هي المسيطرة على الجملة، إذا تعود على اسم مكان. من هو اسم المكان؟ the restaurant، المطعم. إذا وين واقع بنهاية الجملة؟ شو نسوي؟ ننزلهن كما هن الجملتين بالضبط، ونحذف الوير ونخلي بدلها وير ونخليها بدل النقطة، تصير they've knocked down the restaurant. وبعد هيعطي هنا حلينا they've knocked down the restaurant where، تلاحظون خلينا we had a meal بعد ما نكتبها last year. تلاحظون الحل. Number 21. Salwa wants to be an interpreter. She speaks 3 languages. هي تتحدث 3 لغات. فبما أنه إحنا أول شي نبحث عن الاسم الرئيسي وين؟ هنا شي تعود على اسم عاقل مؤنث. إذن سلوى هي، نجي نكتبها سلوى. سلوى شو بيها عاقل؟ نختار لها شنو؟ نكتب لها هو. بعدها نجي طبعا نحذف الشي، نجي نكتب بما أنه الاسم الرئيسي بداية الجملة، نجي نكتب الجملة الثانية. يلا الأولى speaks 3 languages كتبناها. wants to be an interpreter كتبناها. Number 22. The book was missing. It has the information I wanted. كاتبين the book، هم منطين الاسم الرئيسي. احنا أول شيء عندنا it هاي، فإذا تعود على منه؟ على the book. إذا هو الاسم الرئيسي. وين واقع؟ بداية الجملة. شو نسوي؟ واقع بداية الجملة. شو نسوي؟ نجي نكتبه بالبداية. كتبنا، هم منطينا إياه أصلا يعني. بعدها book هو شنو؟ هو جماد، خلينا which or that. طبعا نحذف it، بعدين نجي نكتب الجملة الثانية. يلا الأولى، فكتبنا has the information I wanted was missing. 23. The university hostel was comfortable. The university hostel was comfortable. I stayed there for 4 years. Combine using where. هنا منطينا where نستخدم. فبما أنه إحنا هنا عندنا شنو there، لأنه هنا عندنا أصلا هي there، فنحذف there ونخلي بدلها. بس أول شيء نحدد الاسم الرئيسي وين؟ the university hostel، هذا يعني فندق الجامعة، هو هذا الاسم الرئيسي. وين واقع؟ بداية الجملة. نجي نكتب the university hostel، نجي نكتب where، نحذف there، بعدين نجي نكتب الجملة الأولى. يلا الثانية I stayed there. I stayed for 4 years was comfortable. وعندنا number 24. The person stole the money. He must be punished. يعني الرجل اللي سرق النقود يجب أن يعاقب. هنا combine with who، قاينا فقط ربطه with who، فإحنا نيجي نكتب the person، هم مرتبيها يعني فقط نرتبها إحنا شيء بسيط. فنيجي نكتب the person نخلي هو، نفسها تبقى stole the money، نحذف هاي اللي هي لأن خلينا هو، وننزل بقية الجمل must be punished. وعندنا number 25. this girl، number 25. this is the girl comes from Spain. use a relative pronoun. استخدموا ضمير فقط، ضمير وصل يعني ما نغير بالجملة. بما أنه the girl شو نخليه who comes. number 26. My friend Adam caught 3 huge fish yesterday. He loves fishing. فهنا بما أنه عندنا نبحث عن الاسم الرئيسي، هنا عندنا هي تعود على منو؟ على اسم عاقل مذكر my friend Adam، فكتبناه بالبداية. بعد شي نسوي؟ نحذف اللي هي نخليه هو ونكتب الجملة الثانية. يلا الأولى who loves fishing caught 3 huge fish yesterday. Number 27. My uncle is 70. He still rides a bike. فنجي نكتب my uncle بالبداية لأنه هنا هي تعود على منه؟ على اسم عاقل هو my uncle، فكتبناه بداية الجملة. وبعدها نحذف اللي هي ونكتب هو ونكتب الجملة الثانية. يلا الأولى still rides a bike is 70. ونمبر 28. I spoke to a lady. أنا تحدثت إلى سيدة on the phone، على الهاتف. She told me to call back later. نجي هنا نشوف بأنه عندنا شي تعود على اسم سيدة. من هي؟ the a lady، فنجي نكتبها the lady، كتبناها وهي عاقل فكتبنا هو، نحذف الشي. أنا اسم الرئيسي في وسط الجملة، نجي نكتب الجملة الأولى. يلا الأولى. يلا الثانية، فنكتب I spoke to on the phone، تلاحظون كتبناها told me to call back later. ونمبر 29. my cousin Mike، اسم عاقل هنا. who or which loves، بما أنه اسم عاقل which هي للجماد، إذا نختار who. نمبر 30. Morocco اسم مكان.
زين الثاني عندنا اسم مكان يجي which و where، لكن حسب اللي بعدهم بما أنه فعل إذا نختار which. Morocco, which is one of the most beautiful countries in the world, attracts lots of tourists every year. وعندنا number 31 my uncle Albert، اسم عاقل إذا من نختار هو لو whose حسب اللي بعدهم، بما أنه فعل is 86 still rides a bike إذا نختار هو، يعني إحنا قلنا whose لازم اسم باسم. Riverside cinema اسم مكان، where or which حسب اللي بعدهم. The tickets only cost £6 for students, usually has good foreign films. هنا بما أنه اسم مكان هنا عندي اسم إذا نختار منه where. ونمبر 33 my brother is an architect، يعني أخي هو معماري. he lives in China. use the correct relative pronoun to make one sentence. بما أنه عندي هنا هي تعود على منه على اسم عاقل إذا نكتب my brother بواقع بداية الجملة ونخلي له شنو هو لأن هو عاقل ونحذف الهي ونكتب الجملة الثانية. يلا الأولى lives in China is an architect. ونمبر 34 Babylon City هنا اسم مكان where or which حسب اللي بعدهم هنا فعل إذا إيش نختار which. وعندنا نمبر 35 my father who or whose loves riding. بما إنه عندي my father عاقل فحسب اللي بعدهم هنا فعل loves reading يحب القراءة buys 2 or 3 new books a week. بما إنه فعل وهنا اسم عاقل نختار who لأنه whose قلنا إحنا إذا اسم باسم. ونمبر 36 Edinburgh هنا يعني هذا اسم مكان where or which there is a huge cultural festival every summer is an exciting place to spend a holiday. بما أنه عندي اسم وهنا أيضا فاعل إذا ما نختار which لازم هنا فعل يكون نختار where.